4 ساعات في اليوم. اصل الاستوديو ده متأجر مع كذا انستراكتور وكل واحد ملتزم بمواعيد معينة. الله يكون في عونك. يا رب ادعي لي بقى الاقي ماي اون استوديو كده وابقى براحتي. طب ايه اللي مؤخر الخطوه دي؟ فلوس يعني؟ البادجت، ومش لاقي حاجة حلوة الصراحة. انت عارفة سوق العقارات هنا في اسكندرية محدود قوي، مفيش حاجة عجباني. طب على فكره انا ممكن اساعدك جدا. الشركه اللي انا بشتغل فيها عندنا كلاينتس كتير قوي قوي بيستثمروا في سوق العقارات، فانا عادي جدا سهله قوي كده اشوف لك استوديو عند اي حد فيهم. بجد؟ هو انت مش محامية؟ انت عرفتي ازاي ان انا محاميه؟ عرفت ازاي؟ انا هادية. anyway ميرسي قوي، حابة تساعديني. لا على ايه؟ ما فيش ميرسي خالص، انا سهله قوي يعني. وبجد النهارده هشوف لك الموضوع ده وهظبطك، وبكره ممكن نتغدى مع بعض وهبقى اكيد لقيت لك حاجه كويسه. تحفة، ممكن بكرة. اصل بس عندي ميعاد مع الكوافير وهبقى فاضية. حتى الكوافير بمواعيد؟ اكيد طبعا يا بنتي، وانا رايحة اعمل براشنج. انا بحب اصلي اغير في لوكاتي، وبكرة هعمل نيو لوك. اوكي. اوكي هايل، يلا هشوفك بكرة. اكيد. باي. انا قلت كده برضو. انتي اذكى من كده. ليه؟ انا عملت ايه؟ انا قعدت فكرت وانتي بره، لقيت ان اللي انتي بتعمليه مع هاديه ده هو اللي هيقربك من علي. ومين عارف، الاسبوع ده بتخرجي مع هاديه، الاسبوع الجاي تخرجي مع علي. يا ستي انا مش قلت لك شيلي علي ده من دماغك خالص؟ خلاص مفيش علي دلوقتي، في هاديه. عايزه تفكري معايا في حاجه فكري في هاديه بس. مين؟ علي. ردي ارجوكي. الو، ايه يا علي ازيك؟ تمام الحمد لله. معلش كنت عايز اسالك حاجه بسرعه. اكيد طبعا، اتفضل. هو انت بجد خارجه مع هاديه بكره؟ ايه، في مشكله ولا ايه؟ المشكله ان انا قلت لك حاولي تبعدي عنها على قد ما تقدري. صدقني يا علي انا حاولت، بس الموضوع جه كده ناتشرالي. عارف لما قلبك يتفتح لحد؟ هي بجد شخص لذيذ قوي. فاهم. المهم يعني حاولي ما تتقربيش منها قوي. حاولي ما تكلميش معاها على موضوعنا زمان. لا لا لا، انا قلت لك ايه المره اللي فاتت؟ قلت لك اعتبر الموضوع ده اصلا ما حصلش. وبعدين انا كل ما بنساه انت اللي بترجع تفكرني بيه تاني اهو. علي صدقني، انا بس عايزه ان انا وهي نبقى اصحاب بس. شكرا. بالهنا والشفا هاديه بس. هو ايه العينات دي؟ انت بجد هتشبعي بالكميه دي؟ انا على طول عاملة دايت، اتس ا لايف ستايل. طيب قولي لي، في دايت معين ماشيه عليه؟ انا بروح لدكتور تغذية وهو بيظبط لي حوار الاكل، بس مينلي يعني باكل خضار وبروتين. يعني ما باكلش رز وشعرية واكيد في سمنة واكيد في يعني زيت وكده. انا برضو رحت للدكتور، قال لي لازم اروح للبرنس مره في الاسبوع ضروري. مش فاهمة يعني ايه؟ نكته واضح انها مش لذيذه. اصل انا ما بفهمش في النكت قوي الصراحة. وكمان تقيله وما بتهزرش، يمكن عشان كده بيحبها. طيب ما علينا، كويس ان انت قلتي لي. خلينا بقى نتكلم في الجد. انا كلمت لك الراجل صاحب الاستوديو اللي كان عاجبك اللي على البحر. كلمته لك، قلت له على البادجت بتاعتك، خلاص هيرد عليا النهارده. بصراحة يا رندا أنا يعني حاسة إنه مستحيل يوافق. أصل المكان لقطة وممكن يأجره لأي شركة بالسعر اللي هو عايزه. يا بنتي عيب عليكي، الكلاينت ده عندنا في الشركة، أنا وعدته إن أنا هظبطه، فأنا شبه متأكدة إن هو هيوافق. أوه ماي جاد. في إيه؟ اتكسر، ما بقوش طول بعض. لا هشوف علي إزاي كده بس. علي ما بيحبش الضوافر اللي مش طول بعض؟ أكيد طبعًا، ومين بيحبها؟ صحيح، مين بيحبها؟ يعني بصي أنا هاخد موعد وهاخد لك معايا كمان، أوكي؟ أكيد. عشان مش معقول كده. صح، مش معقول فعلا. اليوم باظ. اليوم بس اللي باظ. يا ابني اهدى بقى، في ايه؟ وترتني. هو أول مرة هادية تقابل حد تعرفه؟ مش عارف، مش مرتاح. علي، اوعى يكون كان في حاجة بينك وبين رندا زمان. انت بتقول ايه؟ لا طبعا، رندا اصلا مش ماي تايب خالص. ايه؟ اشمعنى؟
تسال ليه يعني؟ لا والله عادي يعني. عمرو، اوعى يكون اللي في بالي. انت معجب برندا؟ والله تقدر تقول مش بكرهها، مش عايز بس اسبق الاحداث. يا عم نفسي مره اشوفك بتسبق الاحداث. لا يا اخويا بسبق كتير، انا بس ما بحبش اتكلم. يا ابني سيب الموبايل. في ايه؟ هادي ورندا مستحيل يكونوا اصحاب. من امتى هادي عندها اصحاب اصلا؟ لا وايه اصحاب بنات؟ دي صاحبك بالعافيه. اقول لك ايه بس؟ انا قلت الكلمتين دول بالظبط لرندا بس هي ما سمعتش كلامي. اوكي يبقى ما تقلقش، سيبها تكتشف لوحدها. اوكي. انت لذيذه قوي يا رندا، ما كنتش فاكرين كده خالص. المكالمه اللي كنا مستنيينها جاهزه؟ جاهزه. اوكي. الو. اي فندم. طيب تمام كويس شكرا. تمام يا فندم شكرا. مع السلامه. ايه؟ مبروك وافق وبيحضر لك العقد. رندا ثانك يو سو ماتش. شفتي قلت لك. رندا هو انت بتعملي كده معايا ليه؟ بعمل ايه؟ قصدي يعني ليه بتساعديني؟ عادي هاديه، انا حاسه انك شخص جميل ونفسي ان احنا نكون صحاب، حابين نستجدع مع بعض صح؟ هقول لك حاجه بس مش هصدقك. ايه؟ انا عمري ما كان عندي صحاب. كل الرجاله اللي كانوا بيعرفوني كانوا بيطلبوا مني عشان شكلي ومعارفي والبنات بقى عمرهم ما طاقوني من ايام المدرسه. غيره ونفسنا وكلام من ورا ظهري. صراحه يا رندا انا عمر ما حد استجدع معايا كده من غير ما يكون عايز حاجه مني. هو انت عايزه حاجه مني؟ لا لا خالص طبعا لا. لا ومش عايزاكي اصلا تفكري كده. على فكره الستات برضو ممكن يكونوا جدعان، مش الرجاله بس اللي جدعان، ولو كان في ناس قبل كده ما كانتش كويسه معاكي الناس الكويسه لسه موجوده. مش عارفه اقول لك ايه. انا مبسوطه قوي ان احنا بقينا اصحاب. يعني احنا دلوقتي صحاب بجد رسمي؟ ايوه رسمي. طبعا رسمي. تحسي انها النسخه الاسكندرانيه مني، هي بس احلى وارفع واطول. ما تاكلش محشي طبعا. ها وايه كمان؟ بس وقالت لي ان انا بشرتي جافه شويه، فادتني سكين كير روتين كده ماشيه عليه بقالي يومين. حاسه ان جلدي احسن مش ناشف زي الاول صح؟ انا اللي بشرتي وريقي نشفوا من كتر الكلام معاكي. في ايه يا حسينه بس مالك؟ انت مش سامعه نفسك وانت بتتكلمي؟ انا اللي مالي؟ حبيبتي هاديه دي عمرها ما هتبقى صاحبتك من ساعه ما انت عرفتي ان هي مصاحبه الاستاذ اللي انت بتحبيه. على فكره ما بحبهوش، قلت لك مليون مره انا ما بحبهوش. اقولها لك ازاي؟ اغنيها لك؟ لا ما تغنيش، ارحميني، عندك مواقف كتير هتغني فيها بعد كده، بلاش دلوقتي. انت قصدك ايه؟ ما قصديش حاجه، بس عارفه اكتر حاجه معصباني فيكي ايه؟ انك اكتر حد في الدنيا دي انا شفته لقيته بيكذب على نفسه بجد ومصدق. يلا على الميتنج. مع الميتنج اللي هنخترع فيها الذره ده. ايه الميتنج؟ كل يوم ميتنج. احنا فين؟ في الامم المتحده. اهلا بيك يا استاذه رندا في الامم المتحده. لا انا معلش انا بهزر، انا مش قصدي اي حاجه، انا بس متعوده على طريقه الهزار بتاعت شركتي القديمه بس. ده فعلا بتهزروا كده في شركتكم القديمه؟ ايوه طبعا عادي. فاهمك على حاجه، عموما يعني دي طريقه الهزار المتعارف عليها في الشركات المالتي ناشونال عامه. فريدم اوف سبيتش وكده، محدش بياخد الكلام على نفسه، كل حد فيري اوبن عادي. جميل. طب يعني راعي الكلام ده يا استاذه بوسينه في التعيينات اللي جايه. هفرزهم عشان ما حدش يضحك علينا بعد كده. يلا بقى سلمي ورقك. بوسينه ايه؟ هادي عزمتني على حفله النهارده. وهتروحي؟ ايوه طبعا هروح. تكلمي جد؟ انا اصلا مش هروح الميتنج، انا لازم امشي دلوقتي حالا عشان الحق اجهز. قولي له اي حاجه، انا مش هحضر الميتنج. والميتنج؟ مش هحضر. قولي له اي حاجه، قولي له اي حاجه. هتروحي بعد كل الكلام اللي انا قلته لك؟ هينشف فيا ايه اكتر من ريقي وبشرتي عشان تسمعي كلامي؟ انا هنشف خالص. محدش بيسمع كلام حد. هاي. هاي. هاي.
بذمتك يعني دمها مش خفيف قوي. جدا. بقول لك مش يلا عشان نقوم نرقص؟ يا ريت. هو ايه اللي انت لابساه ده؟ ايه؟ ده عادي فستان. عادي فستان عارف، بس نفس الفستان اللي هاديه لابساه. لا معرفش، عادي صدفه يعني. وبعدين مش نفس الفستان خالص على فكره. بص فستانها اقصر بكتير. انا حاسس انك مخبيه عليها حاجه. بلاش بقى جو نظريه المؤامره الرهيب اللي انت فيه. ايه؟ انا خارجه اسهر مع اصحابي عادي، هكون مخبيه ايه؟ جاسوسه مثلا؟ ماشي ما تزعليش يا ستي. تحبي تشربي ايه؟ اي حاجه ساقعه. صحيح انت مش بتشربي صح؟ بخش في باد تريب كده وانا بشرب الف سلامه عليك. طيب اروح اطلب لنا. اوكي. ايه ده؟ هاي، انت لوحدك هنا برضو؟ لا خالص، انا معايا اصحابي. انا شفت الواد اللي انت بتحبيه على فكره بيرقص مع البت اياه. ايه الواد ايه؟ انا يخرب بيتك وطي صوتك. الواد اللي انت تعرفيه ده. واد مين؟ الواد اللي كان بيرقص اهو، اللي هناك ده اللي بيرقص مع البنت الطويله. بس واضح ان هو ما دام بيرقصوا مع بعض ان هو لسه ما سابهاش. بس ما تزعليش وما تخافيش يعني، هو كده كده اكيد قريب هيسيبها ويرجع لك. مش عايز تروح تنده لهم احسن؟ لا اروح انده عليهم ليه؟ انا ما اعرفهمش. بس المره الجايه هتعرف عليهم في السوبر ماركت. يلا باي. باي. زي ما انا كنت شاكك، يعني كان في حاجه بينك وما بين علي صح؟ عمرو لو سمحت ما تقولش لحد خالص. الموضوع ده بقاله كتير قوي، 10 سنين مثلا. انا مش عايزه اي حاجه، عايزه بس ان احنا نكون صحاب. بليز عشان خاطري ما تقولش. ماشي، اعتبري ما سمعتش حاجه. انتوا قاعدين كده ليه؟ تعالوا نقعد معانا. هنقوم اكيد. انا هشرب بس استني، دي كوبايتي مش كوبايتك. ده كحول، بس اكيد مش هيحصل اي حاجه من الكوبايه صح؟ مش كوبايه حتى، ده بق يعني صح؟ اكيد الدكاتره بيأفوروا في الحاجات دي. هاديه بجد انا بحبك قوي، مبسوطه قوي ان احنا اتعرفنا بجد. انا كمان مش مصدقه ان احنا هنعرف بعض بس من يومين، بقينا قريبين قوي يا جماعه. ايوه. Ladies and gentlemen. يمكن عشان المود لذيذ واليوم كمان جميل، يمكن مع المزيكا هقدر اتكلم كتير. مش لازم دلوقتي انا اصلا اعرف الاسباب، عايزه اقولك بس انا نفسي اتمنى نكون اصحاب. حاسه بشقوه في الجو تخليني ما اتكسفش، اقولك علميني بليز ازاي اعجبه معلش. مش علشان صاحبك ده حبيبي فمني تقفليه، ما اكيد بتحبوا بنات غيرك فبلاش تقفليه. لو انت اللي في مكاني انا كنت عايزه صاحبك، بس صعب اكون مكانك، صعب ابقى زيك. عايزه اشعرك، حوالك، صوتك، رقصك وطريقتك، عايزه لونك وشكلك، عايزه اصاحبك، عايزه اشعرك، حوالك، صوتك، رقصك وطريقتك، عايزه لونك وشكلك، عايزه اصاحبك. ومش عشان حبيبي صاحبك لازم يعني اغير، بحبه عادي احبك اصله ما هو انا قلبي كبير. مش علشان حبيبي صاحبك مني تزعلي، ما اكيد بتحبوا بنات غيرك فبلاش تقفليه. لو انت اللي في مكاني انا كنت عادي اصاحبك، بس صعب اكون مكانك، صعب ابقى زيك. عايزه اشعرك، حوالك، صوتك، رقصك وطريقتك، عايزه لونك وشكلك، عايزه اصاحبك، عايزه اشعرك، حوالك، صوتك، رقصك وطريقتك، عايزه لونك وشكلك، عايزه اصاحبك. ايه القرف ده؟ انا اسفه، انا مش واخده على الشرب خالص. لما مالكيش في الشرب تشربي ليه؟ انا شربت بالغلط، ما كنتش اعرف. ده اصلا كان بتاع عمرو. تحبي اخده اغسلهولك؟ استني، ممكن تلبسي فستاني؟ هما نفس الفستان بالظبط. اكيد طبعا لا، انا بلبس اكس سمول. طيب انا شايف ان احنا نمشي. تعالي اوصلك. عاجبك كده؟ اهو ده اللي بيجي من وراك وانا ما عارفك. ما انا قلت لك قبل كده يا هاديه ان احنا ما نعرفش بعض، احنا
كنا سوا في الجامعه وبس. ايوه علي مع حق، هو ما يعرفنيش كويس خالص، احنا صاحبنا سمستر واحد بس. ايه اللي بتقوله المجنونه دي؟ ولا حاجه، زي ما قلتي هي مجنونه، تلاقيها اتقلت في الشرب. علي فاكره اخر سمستر في الجامعه لما كنا مفركشين؟ انا ورندا اتصاحبنا، بس الموضوع كان سريع قوي ومش جد خالص. فعلا هو صح، الموضوع احنا اصلا كنا صغيرين جدا. انا مش عارفه انت عايزه مني ايه، بس ابعدي عني انا وعلي. اتفضل. تحب اعمل لك حاجه؟ اجيب لك قهوه عشان تفوقي؟ مش عايزه حاجه، انا اصلا بوظت كل حاجه، ما بقاش عندي صحاب تاني. احنا ممكن نبقى اصحاب. مضيتي الاستاذه رندا على ورق التأمينات بتاعها؟ لا ما مضيتش الزفته. في ايه؟ انتوا اتخانقتوا ولا ايه؟ لقيت لها اصحاب تانيين جداد كول، خليهم ينفعوها، تشبع بيهم ويشبعوا بيها. مش عارف اقول لك ايه والله يا بوسينه، بس هو الزمن ده كده ما بقاش فيه مكان للغلابه اللي زينا. عندك حق. ما تقوليش تنسي بس تمضيها على الورق لو سمحتي. حاضر همضيها على الورق. حاضر. ايه همضي الزفت على الورق. ايه الضغوط دي؟ ضغوط محيطه، ضغوط. حسينة أنا آسفة، أنتِ طلعتي أكتر واحدة بتحبني هنا وأكتر واحدة بتخاف عليا وعلى مصلحتي، ما تزعليش مني. أنا مش ممكن أزعل منك لأنك زي أختي وأكتر. طب كويس إنكم اتصالحتوا بقى. ما تنسيش يا بوسينه تمضيها على الورق، ها؟ وبالمره تبص على عقود الموظفين الجداد. أستاذ منتصر من فضلك ما تطلبش حاجات من الموظفين وهم بيحضروا بعض في المكتب. صح، عندك حق. صباح الخير. صباح النور. مشغوله؟ لا خالص، انا مش مشغوله خالص، اتفضل. اتفضل. شكرا قوي. مفيش اكتر من الكراسي عندنا في الشركه. شاكر قوي. اتفضل. شاكر قوي. تشرب ايه؟ ولا حاجه انا. لا والله ابدا، يعني لا يجوز. ماشي، قهوه لو سمحت. عينيا. متشكر قوي. كويس. انا بس كنت عايز اعتذر لك. انا السبب في كل اللي حصل امبارح، ما كانش المفروض اطلب منك تكدبي خالص. انا اصلا من ناحيتي مفيش اي زعل خالص، بالعكس انا فعلا فاهمه كويس جدا انت ليه عملت كده، فلا تمام. طب شكرا. طب ايه رايك نتعشى مع بعض؟ في حاجه مهمه عايز اتكلم معاكي فيها، بس مش هينفع نتكلم هنا في المكتب. اوكي. ماشي. خلاص هقابلك بالليل. اوكي. بالليل. اوكي. شكرا. باي طب باي. والقهوه اللي طلبتها؟ المره الجايه بقى. متشكر قوي. باي. هنتعشى بالليل. عازمك بره؟ عايز يقول لي حاجات مش هينفع يقولها لي في المكتب. جالك لحد عندك بالليل. بس كان حلو قوي الاكل هنا. ده حقيقي. انا بحب المكان ده قوي. انت بتيجي هنا كتير؟ لا خالص، انا ما جيتش هنا بقالي سنين. يعني كمان جايبني في مكان مميز. انا برضه قلت اكيد يعني مش كل مره بتبقى عايز تاكل تطلع على الصحراوي يعني. طيب ايه بقى اللي كنت عايز تقوله لي وما ينفعش يتقال في المكتب؟ كنت عايز اقول لك اللي مش هينفع نتقابل تاني ولا حتى نتكلم عشان هاديه. هي لسه زعلانه؟ حقها برضه. طيب تحب تكلمها تخليها تيجي وانا اعتذر لها تاني بنفسي؟ ايه؟ لا مش هينفع. هاديه اصلا مش عارفه ان انا جاي اشوفك، ولو عرفت هتقتلني. كنت بس
عايز نقعد لوحدينا عشان اقول لك الكلام ده بنفسي. ان يعني دي اخر مرة هنشوف فيها بعض. هنشوف.